خطأ كارثي في طابع بريدي أصدرته الحكومة السورية. أثار طابع بريدي أصدرته الحكومة السورية في يوم الاستقلال عن الاستعمار الفرنسي سخط الموالين للسلطات في دمشق بسبب ما قالوا عنه أنه خطأ كارثي. وحسب موقع شام تايمز الموالي للحكومة السورية، فإن المصممين الذين عملوا على إنتاج الطابع في المؤسسة العامة السورية للبريد نسخوا صورة شهيرة للجنود الأمريكيين ووضعوها على الطابع البريدي بدلا من الجنود السوريين. وتعود الصورة التي استخدمت في الطابع البريدي السوري إلى الحرب العالمية الثانية، حين دخلت القوات الأمريكية جزيرة أيوجيا اليابانية ورفعت العلم الأمريكي عليها. ويبدو من يقارب بين صورة الجنود في الطابع البريدي السوري الذي نشره موقع شام تايمز والصورة الشهيرة للجنود الأمريكيين بأن الصورتين متطابقتان، إشار إلى أن السلطات في دمشق تكرر دائما أن الاضطرابات التي تشهدها سوريا جراء مخطط أمريكي، وتحمل واشنطن مسؤولية السعي لإسقاط نظام الرئيس بشار الأسد. إن أعجبك الفيديو اضغط لايك.